مصر الجميلة بتناديك وكل ايد ممدودة ليك، ويا رب يبقى الجاي خير وأمان. سحر الطبيعة هرم ونيل وسهر وليل غير أي ليل، وعيون بتضحك ليك في كل مكان. سحر وخيال أرض الجمال، ما خطرش يوم عالبال. سحر وخيال أرض الجمال، ما خطرش يوم عالبال. سحر وخيال أرض الجمال، ما خطرش يوم عالبال. أهلا بكم في رحلة جديدة على بساط الريح من رحلات سواح. سواح بياخدنا في رحلات مبهرة بنزور فيها أماكن غاية في الروعة داخل أرض مصرنا الحبيبة، أماكن أثرية بيضرب فيها التاريخ بجذوره، وأماكن تتكلم بالحداثة والتطوير والنمو. سكك حديد مصر هي ثاني أقدم سكك حديد في العالم بعد الإمبراطورية البريطانية، وهي أيضا من الوسائل الآمنة في السفر والتنقل عبر القطر المصري، وتستحوذ على النصيب الأكبر من عدد الركاب بالمقارنة بوسائل التنقل الأخرى. بدأ إنشاء شبكة سكك حديد مصر في عام 1851 في عهد الخديوي عباس الأول، وتم افتتاح أول خط في هذه الشبكة القاهرة الإسكندرية بطول 208 كيلومتر في عام 1854، وكان عدد سكان مصر حوالي 4 مليون نسمة. وتم التوسع في إنشاء الشبكة تدريجيا حتى وصلت أطولها إلى 10,000 كيلومتر، حيث تولت أعمال التطوير والصيانة لخطوط الشبكة على مدار 160 عام منذ 1854 وحتى 2014، ولكنها لم تواكب معدلات السلامة والأمان العالمية والنمو السكاني الكبير خلال تلك الفترة، ولذلك كان لا بديل عن أن تمتد يد التطوير الشامل لكافة عناصر الشبكة الحالية. وأولت الدولة المصرية اهتماما غير مسبوق بسكك حديد مصر، ليس باستحداث المعدات وجلب أسطول من الجرارات وعربات النقل فقط، ولكن كان الاهتمام الأول بالعنصر البشري، والذي يعد أحد العناصر الرئيسية في منظومة سكك حديد مصر. وبالنسبة للصعيد قد أهمل عبر السنوات الماضية إهمالا كبيرا في مجال النقل والمواصلات، أما الآن ومع اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير سكك حديد مصر،
ورفعها وتأهيلها على أعلى مستوى بتوفير كل الوسائل من جرارات حديثة وعربات على أعلى مستوى، هذا بالإضافة بالاهتمام بالعنصر البشري. وها هي محطة قطارات الصعيد ببشتيت، وهي النموذج والمثل في الاهتمام من القيادة السياسية بتوفير وسائل الأمن والراحة لمواطني الصعيد كشريان جديد ضمن المنظومة الشاملة لشرايين التنمية في كافة المستويات في صعيد مصر. تم اعتماد خطة التطوير التي تشتمل على 5 محاور، وهي الوحدات المتحركة، البنية الأساسية، نظم الإشارات والتحكم، تطوير الورش، والعنصر البشري. وحتى يتحقق تعظيم طاقة نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية في مصر، والتي بلغت نحو 700 ألف راكب يوميا في عام 2014، حتى وصلت في عام 2024 لتصبح 1,000,000 راكب يوميا، والمخطط لها بحلول 2030 أن تصل إلى 2,000,000 راكب يوميا. وكذلك طاقة نقل البضائع والتي بلغت في 2014 حوالي 4.5 مليون طن سنويا، وفي عام 2024 وصلت إلى حوالي 8 مليون طن سنويا، وكان المخطط لها أن تصل بحلول 2030 إلى 13 مليون طن بضائع سنويا. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي في 12 أكتوبر 2024 محطة قطارات صعيد مصر بشتيل الجديدة، والمخصصة لركاب خطوط الصعيد والمناشي، وذلك تخفيفا للازدحام بمحطة قطارات رمسيس. وتعد محطة بشتيل أضخم محطة قطارات في مصر، حيث أنها ستصبح بوابة خطوط الصعيد والمناشي، وستكون بداية ونهاية قطارات وجه قبلي من وإلى القاهرة. وقد تم بناء المحطة على الطراز المصري القديم لتشبه المعابد المصرية القديمة، وتعتبر من أحدث المحطات التي تم تشييدها بتكلفة تصل لحوالي 3.5 مليار جنيه مصري. وصممت وزارة النقل محطة بشتيل على شكل متحف بالطراز المصري القديم، ليكون مزارا ومولا تجاريا متكاملا، حيث أن المحطة مقامة على 3 أدوار فضلا عن البدروم المخصص للسيارات. ويتوسط المحطة هرم زجاجي بارتفاع 42 متر و4 مسلات بالقرب من المحطة. وتبلغ مساحة محطة بشتيل بالجيزة 239 ألف متر مربع تقريبا، أي ما يعادل 57 فدان، وما يوازي 3 أضعاف محطة رمسيس.